السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة احنا بنقدم حاجة جديدة، طبعا بعد غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية اللي احنا شايفينها. فالنهاردة بنقدم عجلة رود جميلة جدا، فيها مواصفات عالية وكويسة جدا، وفي نفس الوقت القيمة بتاعتها أو السعر بتاعها مش عالي. النهارده بنقدم العجله الفونكس الرود الاي 75. العجله دي ممتازه، وفي نفس الوقت سعرها في متناول الايد، او زي ما بنقول يعني قيمه مقابل سعر. فيلا بينا نشوف العجله الفونكس الاي 75 بتقول ايه. ورجعنا لكم مره تانية. وقبل ما نبدا مراجعتنا النهارده، يا ريت ما تنسوناش في شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. احنا في الفتره دي زي ما قلت لحضراتكم بنحاول ان احنا نشوف حاجات تكون الجودة بتاعتها عالية او القيمة بتاعتها عالية في مقابل السعر. فالنهاردة بنقدم العجلة الفونكس الرود الاي 75، وزي ما قلت العجلة دي مواصفاتها عالية وفي نفس الوقت السعر مش عالي قوي. طبعا انا بتكلم في موضوع السعر مش عالي، هو طبعا كل شيء بقى غالي طبعا، لكن دي مواصفاتها على السعر اللي هي فيه دلوقتي، ده مناسب جدا ان انت ممكن تشتريها وتكون دفعت فلوس في حاجة قيمتها اعلى من اللي انت دفعته. في ناس كتير بتسألني طب انا اركب عجلة رود ولا هايبرد ولا ماونتين؟ فاحنا بنتكلم على العجلة الرود النهاردة، فهنتكلم على العجلة الرود. العجلة الرود بتحتاج طرق تكون كويسة، يعني تكون اسفلت مثلا بنسبة 70% اسفلت، ولو طرق مش اسفلت تكون ممهدة كويس جدا. ده بالنسبة للعجل الرود. العجل الرود بيمتاز بالخفة والسرعة، عجلة اقدر اسافر بيها، استخدمها في السفاري، اروح من مدينة لمدينة وهكذا. فهي عجلة رود، يعني عجلة طرق خارجية بره المدينة. لكن طبعا في ناس كتير بتستخدمها داخل المدينة علشان خفتها وسرعتها، مفيش مانع من الكلام ده. العجلة زي ما قلنا اللي معانا النهاردة اللي هي الفونكس الاي 75. العجلة دي من الألمونيوم، عجلة مواصفاتها عالية. هنبدأ المراجعة بتاعتنا النهاردة بالفريم. الفريم بتاع العجلة من الألمونيوم. العجلة دي بتنزل بمقاس فريم 54، هو مقاس واحد 54، وهو مقاس وسطي يناسب معظم الأطوال. يعني زي ما حضراتكم شايفين العجلة بيبقى فيها تدخلات الألوان بتاعتها جميلة جدا، فيها عدة ألوان. اللون ده يعني أنا اخترته لأن لون يعني عجبني أنا شخصيا، اللي هو الأسود في أحمر. في موجود بقى منها اللون الأزرق الفاتح والأزرق الغامق في أسود، يعني في منها مجموعة ألوان كويسة. ده شعار فونكس بيكون في مقدمة الفريم. شركة فونكس شركة ممتازة، بتقدم مواصفات يعني عالية، وفي نفس الوقت الأسعار بتكون أهدى شوية. ده اسم الموديل بتاعنا اللي هو بريكس اي 75. اختصارا احنا بنقول فونكس اي 75 الرود. كابل الفرامل بيخش من أسفل الأب تيوب من ناحية الشمال، ويخرج من ناحية اليمين للفرامل. عندنا كابلات السرعات اللي هما الكابلين بيخشوا من أسفل الداون تيوب يمين وشمال، علشان يخرجوا ناحية الشمال للجشمة الأمامية وناحية اليمين للجشمة الخلفية. الفرك بتاع العجلة فرك من الحديد مش ألمونيوم، لكن من الواضح ان هو خامته كويسة، استحمل الصدمات والطرق الصعبة بتاعتنا. طبعا عندنا الجنوط بتاعت العجلة جنوط هرمي عالي. الجنط الارتفاع بتاعه 45 ملي زي ما حضراتكم شايفين. الجنط ده بيحوي 36 سلك. السرر بتاعت العجلة سرر ألمونيوم، كويك ريليز أمامي وكويك ريليز خلفي. الكاوتش بتاع العجلة كومباس، المقاس بتاعه 700 في 25 سي. طبعا يعني العرض بتاعه يعني معقول، لكن هو يعني مش كبير ومش صغير. الشفترات بتاعت العجلة شيمانو SIS، شفترات ممتازة جدا. الشفترات دي بتنزل في عجل كتير وماركات كتير في مصر هنا. شفترات ممتازة واستخدامها سهل وجميلة جدا. الجشمة الأمامية بتاعت العجلة شيمانو تورني تي زد، شغالة هنا على 3 سرعات. الجشمة الخلفية شيمانو تي زد شغالة 7 سرعات. الفري ويل بتاع العجلة شيمينج، الترس الكبير 28 والصغير 14. الجنزير بتاع العجلة جنزير مافا. ترس والدراعات بتاعت البدال من الألمونيوم، ودي حاجة جميلة جدا. الترس الكبير بتاعها 48 والصغير 28. كفف البدال من الألمونيوم. قلب البدال رمان بيل. العجلة ليها حمالة
راكبة في جسم الفريم ب2 مسمار إلين. لما نيجي نتكلم على الفرامل بتاعت العجلة فرامل ألمونيوم قطعتين مش 3. دي الفرامل الأمامية والفرامل الخلفية. العجلة بتاعتنا دي ب4 دراعات للفرامل، 2 أمامي و2 خلفي. دول 2 علشان مسكة الجادون من فوق، وفي ال2 التانيين لمسكة الجادون من تحت. طبعا ال4 دراعات دول من الألمونيوم. الطيش بتاع الكرسي على إلين بيطلع وبينزل كويك ريليز، وهو مثبت في الكرسي بمسمار إلين. الكرسي بتاع العجلة كرسي فونكس سبورت رياضي، حاجة ممتازة جدا وخامته كويسة. بيجي كمان مع العجلة هدية رفارف أمامية وخلفية، ده الرفرف الخلفي والرفرف الأمامي. وكمان بيجي حامل زمزمية وزمزمية من البلاستيك، دول بيجوا هدية مع العجلة. رقبة الجادون من الألمونيوم، بر الجادون حديد. العجلة في المجمل عجلة ممتازة على سعرها، ممتازة جدا. يا رب أكون قدرت أوضح الصورة لحضراتكم بالكامل. ويلا بينا نروح للمحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة. ودلوقتي مع المحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة. العجلة اللي معانا النهاردة دي لو جينا نعد المميزات، العجلة فريم ألمونيوم، الجنود بتاعتها هرمي عالي، السرر ألمونيوم على رمان بيلي كويك ريليز، ودي إضافة حلوة جدا. عندنا الترس والدراعات ألمونيوم، كفف البدال ألمونيوم، شفترات شيمانو، جشمات شيمانو، طيش الكرسي على إيلين. العجلة بصراحة كلها مميزات. طبعا في بعض الحاجات اللي أنا كنت أتمنى أنها تكون موجودة في العجلة، زي مثلا أن بار الجادون يكون ألمونيوم، أن الفرامل تكون 3 قطع بدل قطعتين. لكن طبعا احنا هنتغاضى عن الكلام ده كله في مقابل السعر، لأن العجلة مع الأسعار اللي موجودة دلوقتي في السوق سعرها مناسب جدا على الإمكانيات والحاجات اللي احنا شرحناها دي كلها. العجلة دي أنا يعني بقيمها ب8.5/10. ده تقييم كويس جدا للعجلة بالنسبة للمواصفات وبالنسبة للسعر. طبعا اللي معلي التقييم بتاعها السعر أكتر من المواصفات كمان، لأن العجلة يعني ما شاء الله حلوة وسعرها حلو. احنا دايما بندور لحضراتكم على الحاجات اللي موجودة في السوق، الحاجات القيمة اللي في نفس الوقت سعرها كويس، وبنعرضها على حضراتكم. انا اتكلمت كتير جدا في الفيديو ده على كلمة السعر، وطبعا انا ما قلتش السعر، لكن طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين اوضاع بتاعه الاسعار بتتغير باستمرار، ف يعني مش هنقدر ان احنا نقول على سعر. انا بحاول جاهدا ان انا احط لكم السعر في اول كومنت تحت الفيديو، ونجدده باستمرار علشان يكون ده السعر الحقيقي. فمش هيبقى شيء لطيف يعني ان احنا نقول سعر وبعد اسبوع او اسبوعين حد يكلمنا يطلب العجلة يلاقي السعر اتغير. وطبعا ده لحين ان الوضع الاقتصادي بس يستقر والاسعار تستقر، هنرجع ان شاء الله تاني لسابق عهدنا معاكم ان احنا نصارحكم بالسعر على طول مرة واحدة. العجلة دي موجودة عندنا، اللي حابب المنتج ده يكلمنا ويتواصل معانا. هيلاقي رقم الواتس بتاعنا اسفل الفيديو. عندنا شحن لكل المحافظات، واي استفسار او اي حاجة مفيش مشكلة، كلمنا واستفسر زي ما انت عايز. الواتس بتاعنا شغال على طول وبنرد على كل الناس. فيعني احنا كمان بنسعد جدا بآرائكم واستفساراتكم، واحنا ما بنملش من اي اسئلة او اي استفسارات، ودايما يا رب نكون عند حسن ظنكم. والى اللقاء في ريفيوهات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.